السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة معانا حاجة بقى مختلفة خالص. بيتزا في رمضان. بيتزا وفي رمضان، في رمضان. والله زهقنا وحقيقي يعني عملنا تقريبا كل الصواني والحاجات اللي ممكن الواحد يعملها. فحبيت كده افصل النهاردة وناكل بيتزا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على الطريقة. معايا بالبركة كده كيلو دقيق، خدت كيلو إلا كوباية. حطيت عليه معلقة كبيرة مليانة من الخميرة، معلقة كبيرة مليانة من السكر، معلقة صغيرة خالص من بتاعة التوابل من البيكنج باودر. بس ما حطيتش حاجة تانية خالص. ومعايا مية يدوب دافية دافية بس مش سخنة. هحط بقى المية على الدقيق بتاعي طبعا بعد ما قلبت كل الحاجات الجافة، السكر والخميرة والبيكنج باودر، وكمان معلقة صغيرة مليانة من الملح. وحبة بقى حبة كده بالمية الدافية كده وابدأ اعجن العجينة بتاعتي. خدت شوية كده في ايدي، يعني حوالي 3 معالق من الزيت. وهبدأ بقى واحدة واحدة كده، ربنا معانا ويقوينا. طبعا احنا صايمين بس وقت الاكل يعني ربنا بيدينا الصحة ان احنا نقوم نعمل اللي احنا هنعمله. انا عايزه العجينه بتاعتي تكون طريه، ففيها يكون فيها سنه تلزيق كده، حاجه بسيطه مش قوي، بحيث ان البيتزايه بتاعتي لما تستوي تكون بيتزا طريه، ما تكونش بتشد معايا ولا مجلده. في الاخر بعد ما عجنتها كده حبه حلوين، بصوا بقت ناعمه معايا ازاي. في الاخر خالص انا بحط برضو شويه من الزيت، بحيث ان العجينه تنعم خالص معايا. خلصت كده وعملتها كورة، وما شاء الله سبتها نص ساعة وخمرت بالشكل ده وحجمها اتضاعف. انا سخنت الفرن 5 دقايق وطفيتها، وبعدين حطيت الطبق بتاعي في الفرن، فما شاء الله زادت، وزي ما انتوا شايفين معانا حجمها اتضاعف قد ايه. حضرت السجات بتاعتي وفرشتها بورق من الزبدة، وقلت اشوف في ايه عندي في التلاجة ممكن اعمله توبنج للبيتزا، بحيث ان انا منزلش اشتري طلبات ولا اكلف نفسي يعني غرامة جامدة ولا حاجة. فلقيت عندي زيتون انا مخليه، مسكته وقطعته كده بالسكينة، خليته عملته زيتون مخلي. ولقيت طماطميتين، لقيت كم فلفلاية، قطعت كل ده. لقيت عندي برطمان كاتشب من التوضيبات بتاعة الصلصة اللي كنت عاملاها معاكم، كنت شايلة برطمان الكاتشب ده في الفريزر. فرحت مطلعاه، عملته برضو اللي هو يعني سبته يفك وخليته يبقى الدهن اللي بندهنه على وش البيتزا. ما انت ممكن تعملي صلصة بيتزا وممكن تعملي كاتشب على صلصة، فانا استسهلت وقلت هعمل بالمتوفر عندي. مسكت كده العجينة بعد ما قسمتها على جزئين، خدت كل جزء في صاج وفردته، وبالشوكة شكشكت كده الصاج الاولاني او البيتزا الاولانية. وانا في الوقت ده كنت لسه بتركيزي، كان دماغي لسه صاحية في البيتزا التانية. معرفش ايه اللي جرى، مش عارفة، نسيت اشكشكها بالشوكة. فعليت وبقت امريكاني على الاخر. ما بقتش بقى البيتزا الايطالي اللي هي الرفيعة دي، لا، عليت قوي، بس كانت طرية وهشة وجميلة جدا. بس دي يعني اخرة اخرة عدم التركيز في الصيام. فلقيت عندي كمان في الفريزر سلطانية صغننة كده فيها شوية لحمة معصجة، قلت لها تعالي يلا تلزميني النهاردة. فردتها على البيتزا، بقت واحدة باللحمة، وعندي علبة تونة قطعت يعني طلعتها وضبطها، ملح وفلفل وكمون وكزبرة ونص ليمونة. وقلت لها يلا انتي بتزاية تانية بقى، تبقى واحدة باللحمة والتانية بالتونة. برضو لقيت عندي 3 4 شرايح كده من الجبنة الرومي، خرطتهم بالسكينة. في حتة كده من الجبنة البراميلي، يعني أنا مش لازم اشتري جبنة موتزاريلا على فكرة، والله البيتزا مش هتقول لأ يعني لو مفيش موتزاريلا. وزي ما انتوا عارفين بقى، قلنا الشطرة تتصرف، وانتوا عارفين المثل يعني. وعملنا اهو البيتزايتين بتوعنا جاهزين، طلعوا طراي وريحتهم تحفة وقلبت البيت، وكلنا والله واتبسطنا. وبعدنا شوية عن المحاشي والصواني والمحمر والمشمر. ويوم كده قلنا نمشيه، وحمرنا شوية بطاطس، وبرضو حطينا علبة تونة للي مش هياكل بيتزا، والمخلل والعصاير بتاعت رمضان. وكان فطار مختلف
كلنا واتبسطنا والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. كل سنة وانتم بألف خير، وتعيشوا وتعملوا الحلو كله يا رب. بالمناسبة برضو عايزة اقول لكم حاجة. يعني انتوا شايفين دلوقتي وانا بقطع البيتزا، البيتزا طرية جدا جدا يا جماعة والله، وهشة ولونها من تحت واخدة لون ذهبي جميل، ولا ناشفة ولا اي حاجة. انا ما عجنتش العجينة ولا بلبن رايب ولا بزبادي ولا بلبن حليب. دي حاجة. الحاجة التانية، انا ما حطيتش لبن بودر، ما حطيتش اي حاجة يعني تكلف العجينة تكلفة كبيرة، ما حطيتش بيض، ما حطيتش حاجة خالص اضافات. هي كلها عبارة عن الدقيق، الخميرة، الملح، السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وشوية المية الدافية، والزيت. الزيت بحطه على مرتين، مرة في الأول بعجن بيه، ومرة في الآخر بنعم بيه العجينة. بس مش أكتر من كده. فأنا عايزة أقولك إن مش معناها إني عايزة بيتزا طرية او ان طعمها حلو ان هي ايه لازم اكلفها قوي. لا بالعكس والله. هي كل الفكرة في العجن. اعجني كويس قوي قوي لحد لما تبقى العجينة بتاعتك ملسة وناعمة ومفيهاش اي تجاعيد. وبألف هنا يا رب تجربوها وتعجبكم.